السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لهذا الفيديو هي حلاوة الدهينة النجفية العراقية الأصلية. وحلاوة الدهينة من الحلويات المشهورة جدا بالعراق، تتميز بنكهة جوز الهند طبعا وكلش طيبة، وتصير هيك بهذا الشكل علوشية أو شوكولاتية بهذا الشكل. تابعوا الفيديو للنهاية حتى نشوف الخطوات اللي راح نسوي بها حلاوة الدهينة. وحلاوة الدهينة طبعا موادها كلش بسيطة، متوفرة بكل بيت. وإذا كنتوا أول مرة تتابعون فيديوهاتي أو تدخلون على قناتي، أتمنى أن تضغطوا لايك واشتراك بالقناة حتى تصلكم جميع الوصفات. طبعا حلاوة الدهينة هيجي مع فنجان قهوة تاكلوها أو تاكليها تخبل. يلا نبدي نشوف خطوات العمل. تصير هيك بهذا الشكل علوشية ما شاء الله تبارك الله. ونبدي نشوف مقادير الدهينة. عندنا 3 ملاعق كبيرة من دبس التمر، نص كوب دهن ذوبته بهذا الشكل، نص كوب زيت، كوب حليب، 4 أكواب من الشكر. أول شي أضيف الدهن والزيت، بإمكانكم أن تضيفون دهن بوحدة، زيت ما أعتقد ما تصير بالزيت يعني. وضفت الحليب، وهسه أضيف دبس التمر. طبعا دبس التمر حتى تنطينا هذا اللون هيجي الصحراوي للدهينة. وهسه أضيف الشكر وأبدي أخلطهم بهذا الشكل، أخلط إلى أن يذوب الشكر عندي. ضروري جدا إنه يذوب الشكر. طبعا الخليط ثخين، راح أضيف له 3/4 قلاص ماء، وأظل أخلط إلى أن يذوب عندي الشكر. هسه هنا ضفت 3/4 الكوب ماء، خففت يعني الخليط حتى يذوب عندي الشكر. وبإمكانكم تضيفون حليب، بس أنا ضفت ماء، ما يفرق ماء أو حليب ما يفرق. هسه ذاب عندي الشكر صار بهذا الشكل. بإمكانكم أن تستخدمون المضرب الكهربائي. عندي 4 أكواب طحين، نخلطهم وجهزتهم بهذا الشكل، وأضيفهم بالتدريج، وهم أخلط بهذا الشكل. أضيف بعد طحين وأكمل خلط، أخلط إلى أن يصير عندي قوام كريمي. إذا ما كان قوام خليط الدهينة كريمي ما تنجح الدهينة عندكم. ونكمل بالتدريج، نضيف الطحين بهذا الشكل. طبعا يراد لها شوية بالإيد يعني تعب، يعني تقريبا شي 10 دقايق ظليت أخلط بها إلى أن صارت كريمية بهذا الشكل. نكمل بعد خلط حتى نصل للنتيجة المطلوبة، ونضيف آخر شي بقالنا من الطحين، نضيفه بهذا الشكل ونظل نخلط. طبعا حلاوة الدهينة العراقية من الحلويات المشهورة كلش بالعراق وطيبة كلش، تتميز بنكهة جوز الهند، ما تشبه لا الزلابية ولا البقلاوة. وهاي صار قوام خليط الدهينة بهذا الشكل، صار كريمي مثل ما قلنا. هسه بصينية راح أضيف شوية دهن، وأدهن الصينية كلش زين، أدهن الصينية أطراف الصينية، وباقي الدهن أشيله وأخليه على صفحة، وأرجع أخليه على وجه الدهينة، لأن راح نحتاج دهن الوجه الدهينة. بعد ما أدهنت الصينية أرجع أخلي كمية زينة من جوز الهند، أغطي الصينية كلها بجوز الهند، وأغطي الأطراف بهذا الشكل. أخلي الأطراف تاخذ أيضا من الجوز الهند بهذا الشكل. كل ما كثرنا من الجوز الهند كل ما كان طعم الدهينة أطيب. وبعد ما كملت جوز الهند، وأبدي أضيف خليط الدهينة. أول شي راح أضيف نص الخليط، لين أضيف جوز للدهينة، وأبدي أوزعها بهذا الشكل بالسباتيولا، أوزعها على كيفي بهذا الشكل. لأن الخليط ثخين فنتعامل مع الخليط برفق. نوزعها بهذا الشكل بالصينية مثل ما تشوفون. نحاول نتحكم بالسباتيولا حتى لا يلزق الخليط بالسباتيولا.
وهسه ابدي اضيف الجوز، والجوز طبعا خطوة اختيارية بس مع الدهينة يطلع كلش طيب. بإمكانكم تضيفون الجوز، تريدين تضيفوه أسفل الدهنة يعني مباشرة تخلوه مع الجوز هند، وبإمكانكم تضيفوه هيج بالوسط. أنا ضفته بالوسط يطلع كلش طيب. طبعا أضيف هاي الكمية تكفي، وأرجع أكمل باقي خليط الدهنة. هسه نكمل نفرغ بقية الخليط اللي اتبقى عندنا بعد ما خلينا الجوز، ونحاول نوزعه بهذا الشكل لكل الصينية. نوزعه بهذا الشكل. طبعا احنا ونشتغل بالدهنة لازم نشغل الفرن. شغلت الفرن على درجة حرارة 150 بس من تحت. احمل الفرن مسبقا او اخلي الفرن يحمى على درجة حرارة 150 بس من تحت. لازم نحميه قبل ما ندخل الدهنة شي ربع ساعة، ونرجع ايضا نكمل تعديل حلاوة الدهنة بهذا الشكل. وهسه نرجع نضيف لها ايضا للوجه جوز هند، ونرجع ندخلها للفرن. طبعا هنا كملنا. طبعا بعد ما عدلنا هيجي مرتين ثلاثة نضربها هيجي ضربة خفيفة حتى تتعدل بالصينية، ونمسح الأطراف أو أطراف الصينية بهذا الشكل حتى إذا أكو زوائد باقية حتى لا تحترق عندنا وتطلع لنا ريحة. طبعا هنا نكمل الجوز الهند. أغطي الصينية طبعا كلها بجوز الهند. وهنا كملت جوز الهند وخليت جوز على الوجه بهذا الشكل. وهسه راح ارجع اضيف الدهن للوجه الدهنة. اضيف الدهن بهذا الشكل. هنا كملنا اضافة الدهن. اضفت تقريبا 3 ملاعق كبار من السمن او الدهن لوجه الدهنة. وهسه راح ادخلها للفرن. هسه تصير بهذا الشكل. طبعا ندخلها على درجة حرارة 150 بس من تحت. المدة اللي يخلي حلاوة الدهن بالفرن هي ساعة وربع. أظل ساعة وربع بالفرن هيك تكون تغلي وراح تنفخ أو تنفش. طبعا يحتاج تخلون أو إذا سويتوها لازم تخلوها بصينية عميقة أو بايركس عميق، لأن راح تنفش وتطلع لي فوق. وإذا كانت الصينية مو عميقة راح تظل تنكب وتطشطش وتقع بالفرن. طبعا بعد الساعة تصير بهذا الشكل. الأطراف تصير على شكل أحمر تحمر. بس شفناها صارت بهذا الشكل راح نرجع نشغل فوق وننتبه عليها حتى لا تحترق عندنا الدهنة. طبعا صارت بهذا الشكل عندي. نقول بسم الله ونبدي نشوف الدهنة شلون صارت عندنا. نقطع قطعة من حلاوة الدهنة. طبعا انتفخت مثل ما قلت وصعدت هيج صارت فوق مستوى الصينية. فاني هيجي سباتيولا او بالسكينة عدلتها من الاطراف فصارت بهذا الشكل حتى لا تنكب بالفرن. وهاي شلنا اول قطعة صارت بهذا الشكل. هسه نبدي نذوق ونشوف النتيجة. قبل لا نذوق حلاوة الدهينة او نشوف شلون صاير طعمها، حبيت اراويلكم او اشوف لكم اسفل حلاوة الدهينة. شوفوا اللون ما شاء الله، اللون الذهبي، والاستواء ما شاء الله شلون صاير، وريحة الجوز الهند ما شاء الله ما احكي لكم واصلة لاخر العمارة او البناية. وهسه نقول بسم الله ونشوف شلون صاير قوام حلاوة الدهينة. طبعا اذا حبيتوا تكون لينة بعد اكثر طلعوها مثل ما قلت بالساعة وربع.
أنا خليتها تقريبا شي 7 دقايق بعد بالفرن، لأن احنا نحبها تكون هيك شوية يابسة أكثر. وبالنسبة للطعم مثل الجاهز وأطيب بعد، وصاير على وجهي بهذا الشكل. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا حبيتوا الوصفة وعجبتكم أتمنى تضغطوا لايك واشتراك بالقناة حتى تصلكم جميع الوصفات، وإن شاء الله نقدم مزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى.